السلام عليكم خوتي خواتاتي، كنتمنى انكم تكونوا بخير ومرحبا بكم في فيديو جديد. كاملين غادي تكونوا شفتوا ولا الاغلبيه ديالكم اخوتي غادي تكونوا شفتوا الفيديوهات ديال سائقي الطاكسيات مع اصحاب النقل بالتطبيقات وكيفاش منوضين الحرب بيناتهم لدرجه انهم وصلوا شي حوايج اللي كيشكلوا خطر على السلامه ديال الناس كيف ما كتشوفوا في هذا الفيديو. لا خلاف على انه اصحاب النقل بواسطه التطبيقات كيساهموا بواحد الشكل كبير في حل مشكله النقل والمواصلات في المغرب، لكن اصحاب الطاكسيات كيقولوا لك لا سيدي، هاد الناس خدامين بدون قوانين ودايرين فوضى في البلاد. ياك شريف وانت تعدى على دبلوماسي روسي قانونيه ما فيها والو. دابا انت مع راسك حكم، شكون اللي داير الفوضى في البلاد دابا؟ واش اصحاب الطاكسيات ولا اصحاب النقل بالتطبيقات؟ وهذا الشيء ما كيعنيش انه عندي طوموبيل وخدام بها، وما كيعنيش انني ضد اصحاب الطاكسيات او لا ما عنديش معاهم، حاشا. ولكن كاينين شي موالين الطاكسيات لا حول ولا قوه الا بالله، الله يهديهم وصافي. التساؤل اللي كيسولوه اصحاب الطاكسيات اليوم هو علاش الحكومه مخليه هاد اصحاب التطبيقات خدامين، في حين ان السؤال الصحيح اللي خاصو يطرح هو علاش المواطنين كيخلوا الطاكسيات وكيمشوا للتطبيقات رغم ان التسعيره ديال النقل بواسطه التطبيقات غاليه مقارنه مع التسعيره ديال الطاكسيات. ايوا يا خوتي ويا اخواتي، اليوم غادي نحاولوا اننا نجاوبوا على هذا السؤال، لعل وعسى توضح الصوره وتوصل الرساله لشي ناس ويولوا يديروا خدمتهم على اكمل وجه. اول سبب اللي خلى الناس يهربوا من الطاكسيات هو فاش المواطن كيمشي للشانطي وكتبان لي طاكسي جايه وكيبدا يدوموندي باش توقف ليه، مول الطاكسي كيبدا يدير ليه ها وها 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 وفي الاخر كيزيد وما كيوقفش. دابا دخلت عليكم بالله مالين الطاكسيات شنو هي ها وها؟ طريق وحده اللي كاينه راك غادي فيها، وقف هزني وزيد نمشيو كاملين. واش خفتي ما نخلصوكش؟ ثاني سبب اللي خلى الناس يهربوا من الطاكسيات وهو حتى لو وقعت كاع شي معجزه وقف لك شي طاكسي كيبغي يديك للبلاصه اللي غادي ليها هو، ماشي اللي غادي ليها انت. وهاد القضيه خوتي كتوقع لي انا شخصيا تقريبا يوميا فاش كنكون غادي للخدمه. كيوقف لي طاكسي من بعد نص ساعه ديال ها وها كيقول لي فين غادي يا خويا؟ غير يتملول اخويا. لا اسمح لي يا خويا انا راه غادي لين زكان. ولكن اخويا راه خاصك دوز من وسط يتملول باش توصل لين زكان او لا؟ اي اخويا متفق معاك، خاصني ندوز من وسط يتملول، ولكن انا ما كنبغيش نوقف في يتملول، كنبغي نمشي ديريكت. وفي الاخر اخوتي كنخلص لي بلاصه لين زكان وكيوقف في يتملول. خاصك تميزي درهم باش الفران يخدم في يتملول. ثالث سبب اللي كيخلي المواطن المغربي يهرب للتطبيقات هو الروطار. بنادم خدام مع 8 خاصو يفيق مع 6 وها العار يجيبها قد حيت الا مشى حتى بان عليه الضوء في الشانطي احتمال كبير انه يوصل معطل. عاد زيد فاش كيسالي المواطن الخدمه ديالو في العشيه وكيبغي يروح لدارو، افلام كتوقع في ديك الوقيته. من بين هاد الافلام مثلا هو انه الا ساليتي الخدمه مع 6 وصلتي للمحطه ديال الطاكسيات جويه 6:30 7، فكن اكيد بنسبه 80 حتى 90% انك غادي تبقى تسنى في الطاكسي حتى 8 او لا اكثر، حيت سبحان الله الطاكسيات ما كيدخلوش المحطه في ديك الوقيته. علاش؟ الله اعلم. شوف انت اخي المواطن اشنو اللي كيتزاد مع 8، وفوق هادشي كتبدا تسمع ديك الهضره الخاويه ديال دوك الكورتي اللي كيكونوا تما، صبروا واحد شويه ديال الصبر راه كاملين غتمشيو حتى شي واحد ما غادي يبقى هنا. ولا شريف احيانا ان لم تصل في الوقت المناسب فالافضل الا تصل ابدا. منين كيسالي الانسان الخدمه ديالو مع 6 مثلا فراه كيبقى عنده واحد الوقت قصير اللي خاصو يوصل فيه لدارو ويدوش فيه ويرتاح فيه ويريح مع ولادو او مع والديه، عاد باش ينعس باش الغد ليه يفيق ثاني مع الصباح ويمشي للخدمه ديالو. انا خرجت من الخدمه مع 6 ما وصلت لداري حتى ل 9، امتى غادي نرتاح؟ امتى غادي نريح مع ولادي؟ امتى نريح مع داري؟ وامتى. اما السبب الرابع فهو دوك صحاب الطاكسيات اللي كيوقفوا غير العيالات. والله ما كنتي مرا لا ركبتي، ومنين كيسهل عليك الله وكتحصلوا وكتركب كتقول لي علاش اخويا ما بغيتيش توقف ليا؟ كيقول لك الرجال اخويا فيهم غير الصداع. ياك الرجال ما بقى باغيهم حتى شي واحد الله يحفظ. اما السبب الخامس اخوتي واللي غادي يكون على شكل خلاصه وهو انه احنا عارفين كاملين باللي كاين مشكل في وسائل النقل والمواصلات في بلادنا. البشر كثير مقارنة مع آليات النقل، وها انتم كتشوفوا الوسائل القانونية اللي ديراها الدولة باش تسهل التنقل بالإضافة إلى الوسائل الغير قانونية من طرف الشعب، بجوج بهم ما حالينش المشكلة ديال المواصلات. كل شيء في المغرب كيعاون، طوبيسات، طاكسيات، ترامواي، الكيران، تران، أصحاب التطبيقات، الخطافة، الهوندات، الماطر، البيكالات، الكرويلات،
وحتى الكاروات. ومع ذلك كتمشي للشانطي كتلقى الناس مستفين ما لاقينش فاش يمشوا. احيانا الطوبيس كيدوز عامر من تيرمينيس ما كيوقفش ليك، والطاكسي حتى هو ما كيوقفش ليك، وما عندكش الفلوس او لا حتى الوسيله باش تدخل شي تطبيق وتطلب سياره تجي توصلك، فكتبقى واقف كتسنى على امل توقع شي معجزه حتى كيوقف ليك شي مول الموتور بقيتي فيه او لا شي تريبورتور او لا هوندا. اشنو نديروا في هذه الحاله؟ واش نبراكوهم حتى هما؟ ايوا على هاد القبال حتى شي واحد فينا ما غادي يبقى قادر يدير الخير. كاينين مشاكل كبيره في القطاع وهادشي حنايا كاملين متفقين عليه، وهذا المشكل بين اصحاب الطاكسيات واصحاب التطبيقات خاصو يتحل. خاص الوضعيه ديال اصحاب الطاكسيات تسوى، وخاص حتى الوضعيه ديال سائقي التطبيقات تتسوى، خاص الوضعيه ديالنا كاملين في هاد البلاد تسوى، ولكن بالقانون، حيت كاين قانون في هاد البلاد خاصنا نحترموه. حيت الا كل واحد فينا ولا كيدير داكشي اللي كيقول ليه راسو، كل واحد فينا ولا كياخذ حقه بيدو، غادي نولوا في غابه القوي فينا كياكل الضعيف. نشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. الله يعاونكم. لا 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 لا، الله يداومها نعمه. طوموبيل من قدام دارنا جيت هزنا. وطبعا اخوتي نتوما لو وصلتوا لهنا ما تنساوش لايك وابوني وراكم تما، وخدموا معاكم السرسار باش يوصلوكم الفيديوهات اللي جايين وحتى الفيديوهات اللي رحنا. كتبوا لنا الراي ديالكم على هذا الموضوع اللي فيه هضرنا، ونشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. على مولانا.